احنا متعودين نفكر ان التغيير حاجة حلوة. لما حد يقول انا اتغيرت بنفترض ان هو نضج، بقى اهدى، اقوى، او بقى فاهم نفسه اكتر. بس هل فعلا كل تغيير في حياتنا بيكون لأفضل؟ ممكن تكوني زمان بتتكلمي عن مشاعرك بسهولة وبعد فترة بقيتي بتكتمي كل حاجة. ممكن تكوني زمان بتثقي في الناس لكن بعد تجارب معينة بقيتي شكاكة في كل حد. ممكن تكوني زمان كنت بتسامحي وبعد ما اتوجعتي بقيتي قاسية. من بره ممكن حد يقول هي اتغيرت وبقت أقوى، لكن هل دي قوة فعلا؟ ولا أحيانا إحنا مش بنتغير لأفضل، إحنا بنتغير عشان نحمي نفسنا. التجارب ممكن تعلمنا حاجات جميلة لكن ممكن كمان تخلينا نبني حواجز حوالينا، نبطل نثق عشان اتخذلنا، نبطل نعبر علشان اتقال لنا اننا حساسين زيادة، نبعد عن الناس علشان قربنا منهم وجعنا. فمش كل تغيير لازم نفتخر بيه لمجرد انه تغيير. السؤال الأهم هو انا اتغيرت بقيت مين؟ هل بقيت اهدى ولا بقيتي بتكتمي اقوى؟ ولا بقيتي مش بتحسي واعية اكتر؟ ولا بقيتي بتخافي من كل حاجة اكتر استقلال؟ ولا بقيتي رافضة اي مساعدة؟ لان النضج مش انك تبقي شخص مختلف تماما عن اللي كنتيه. النضج انك تتغيري من غير ما تخسري نفسك في الطريق، انك تتعلمي تحطي حدود من غير ما تبقي قاسية، تثقي بحذر من غير ما تشكي في كل الناس، تكوني قوية من غير ما تمنعي نفسك من الضعف، وتحبي نفسك من غير ما تعزليها عن العالم. فلو حاسة انك اتغيرتي جدا ما تسأليش بس انا اتغيرت، اسألي التغيير ده قربني من نفسي ولا بعدني عنها؟ لان مش كل تغيير اسمه نضج، واحيانا اكبر علامة انك بتتغيري افضل انك بتبقي اقرب لنفسك مش ابعد عنها. وبس كده، كان معاكم دكتورة امل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع اصحابكم. سلام.